عرفنا بحضرتك ومشروعك. يا اهلا وسهلا بحضرتك. مع حضرتك مصطفى الشيخ، محلات كاندي، التجمع الخامس القاهره الجديده. اهلا وسهلا بحضرتك. ايه خلى حضرتك تختار الميكروفون؟ والله المتروكول تبارك الله يعني مصداقيه، ثقه في التعامل معاهم. قبل اي حاجه تانية خالص الود والحب اللي في الشغل الموجود يعني. هو مستر احمد على وجه الخصوص او متروكول عامه يعني، طباعهم زي طباع كاندي، بيحبوا يشتغلوا مع الناس من قلبهم مش من عقلهم. فبالتالي الشغل بيكون طالع بصوره احسن وافضل يعني من اي حاجه تانية. قال لنا كاندي وحلويات وكده يعني. الحمد لله طبعا ان طب شاء الله. قبل ما حضرتك تلاقي الميكروفون او تتعامل معاه كنت بتدور على ايه بالظبط؟ بدور على حد بيكون بالفعل زي متروكول، اللي بالفعل هو الخص موضوع الميكروكول في حاجه ممكن تكون خارج نطاق العمل، اللي هي مثلا الواحد لما ربنا بيكون شغال صح ومظبوط، ربنا بيسخر له ولاد الحلال. فنعتبرها دعوات والدين، نعتبرها ربنا بيمن علم ان حد بيشتغل معايا يكون بالفعل ابن حلال زي الحاج احمد وندخل عامه يعني في اي شغل باذن الله يعني. بالنسبه لنا احنا على المستوى العملي دي المره الخامسه بنشتغل مع المتروكول ما شاء الله يعني. عملنا كذا حاجه، وبالنسبه لنا طبعا الثلاجه دي تبارك الله يعني ان شاء الله بالنسبه لنا حاجه كويسه جدا. فانا في الشغل ده ان شاء الله على خير. حضرتك كنت خايف ان انت تشتري من محافظه ثانيه؟ لا ومجرد ان احنا بس من اول مره شفنا على السوشيال ميديا كان كده ريلز او فيديو للمتروكول. طب ايه طمن حضرتك للميكروفون بالتحديد؟ والله في الشغل نفسه عامة حسينا من كلام الناس اللي بتطلع بينا في أي فيديوهات أو أي كده إن في بالفعل الشغل مظبوط، في التعامل فيه مرونة. حتى متابعة ما بعد البيع دي بالنسبة لنا مهمة جدا جدا. احنا عاملين مع المتروكول ما شاء الله حاجات كتير جدا، غرف تجميل وتبريد. يعني ممكن نرن على على المهندسين بالليل متأخر وقت الفجر، مفيش حد بيقول لا، بيتواصلوا معانا بيدونا الاكشن في اي شغل عاوزينه، في اي عطل لا قدر الله، في اي حاجه، مفيش حد عليه حاجه بصراحه يعني. يا رب دايما عند الثقه دي. طيب بالنسبه لحضرتك ايه المواصفات اللي انت طلبتها في الثلاجات؟ هل تمت بالفعل؟ والله تمت بالفعل، ممكن اكثر كمان. يعني احنا بنيجي نتفرج على الشغل ده بنستلمه بنبقى مبسوطين جدا، مبسوطين ان الشغل زي ما احنا متخيلين ان يكون بالفعل عايزينه، ويمكن اكثر كمان واحسن. طب بالنسبه لمواعيد التسليم بقى يعني متفق عليها فعلا ولا كان في تاخير؟ لا بالعكس، التسليم كان في ميعاده مظبوط، مفيش اي تاخير في اي حاجه. طيب تقييم والتوصيل حضرتك؟ مظبوط. حتى الموظفين في خلال التسليم او في خلال نيجي نكون نعمل اي تيست نتفرج، في تعاون كبير جدا من كل الناس الموجوده في المكان ما شاء الله عليهم يعني بصراحه، فريق عمل ممتاز. تقييم حضرتك بقى للثلاجات بعد الفينش النهائي تقول لو ايه؟ في فوق ال1000 على 1000 اقول مفيش مشكله. طيب لو حد سال حضرتك نشتري منين الثلاجات تقول له ايه؟ طبعا من غير ما اقول له انا هفرجه على الشغل بتاعي، اكيد طبعا هيشوفه هيقتنع 100% بيه اكيد طبعا ان شاء الله يعني. لو حد سال حضرتك ليه تشتري من متروكول هتقول ايه؟ والله انا ممكن الخص كل حاجه في نقطه واحده بس، اللي هي افضل خدمه ما بعد البيع بصراحه يعني. شرفنا بحضرتك. انا اكتر جدا والله، شكرا جدا.